فجت هذه المرأة وقالت هذه المرة وهذه السنة المناسبة السنوية الاحتفالية هذه أنا معاكم، بشارك معاكم في الاحتفالية. الناس انصدموا، غريبة انت تشاركي معانا في هذه الاحتفالية السنوية؟ لا يا في شيء غلط. قالت اطنخوا اليوم ابى اسوي لكم شوربة يا ان بتجيب راسكم وبتخليكم تدمنون على هذه الشوربة. فبدت الاحتفالية وبدت هذه المرأة تطبخ الشوربة، وبعد ما طبخت وخلصت الشوربة عطت كذا واحد، عطت اكثر من 30 شخص شربوا من هذه الشوربة من هذه المرأة اللي بالمناسبة أول مرة تشارك في هذه الاحتفالية. بعد ما شربوا من هذه الشوربة وما هي إلا ساعات بسيطة بعد ما الاحتفالية خلصت، ولا يلاقوا الناس إن في شخص تسمم، وبعدها شخص ثاني تسمم، وشخص ثالث تسمم، والرابع وخامس وسادس وسابع تسمموا، وفجأة يلاقون إن 30 شخص تعرض للتسمم في هذه الاحتفالية اللي صارت أمس. اللي تسمموا هم نفس عدد الأشخاص اللي شربوا الشوربة، فهذا معناته إن هذه الشوربة اللي انشربت فيها إنه، وهذه المرأة اللي احتفلت معاهم أمس واللي سوت الشوربة عبارة عن مجرمة في قرية من القرى في واحدة من الدول الآسيوية، ما بقول اسم الدولة. هذه القرية فيها عدد سكان بشكل بسيط، قرية صغيرة متواضعة حالها حال نفسها، والسكان اللي فيها كانوا ينعدون على أصابع ترى. والحالة المادية لهذه القرية كانت متواضعة جدا، ناس غلبانة حالها حال نفسها. المهم أباكم تركزون الحين على بنت. هذه البنت بنسميها فلانة من يوم وهي صغيرة كانت واحدة من أفقر الناس اللي موجودة في القرية، بس رغم فقرها كانت جدا متكبرة وأنانية وغثيثة وشايفة نفسها حقودة حسودة، ما حد كان يحبها في القرية. سكان القرية كلهم كانوا يتفقوا إن هذه سيئة جدا، وحدة ما تنبلع. لما كانت تروح المدرسة كانت أبدا ما تحب تكلم حد ولا تحب تصادق حد، وحرفيا كانت كل يوم تتمشكل مع الطالبات اللي موجودين معاها في المدرسة. كانت إنسانة فقدت أمها وفقدت أبوها، وما عند لا أخوات ولا أخوان. صح إنها كانت مكروهة وغثيثة، لكن أهل القرية كانوا يرحموها ويعطفون وياها ويعني يساندونها، لأنها في النهاية عبارة عن طفلة يتيمة ما عندها أهل ما عندها سند. فكانوا أهل القرية يحاولون قد ما يقدرون أنهم يوفرون لها العيشة المطلوبة، رغم أنهم كانوا على قد حالهم، بس يعني يحاولون يوفرون لها قد ما يقدرون. لكن هذه الغثيثة والمتكبرة والحقودة والحسودة كانت ما تقدر الشيء هذا أبدا. حرفيا كانت كل ما حد يسوي لها خير ترد له بإساءة، ما تقدر الشيء هذا أبدا وما يبين في عيونها. ما كانت تقول حق الناس شكرا أبدا. طيب هذا يساعدك ويوفر لك أشياء، سكن، غذاء، شرب، تعليم، ما يبين عليها الشكر. كانت ترفس النعمة وتقول أنا أفضل عنكم كلكم. يا بنت الناس هذول قاعدين يساعدونك، أنت ليش الحين معصبة وش فيك؟ ما لها حل. فمرت الأيام والأسابيع والشهور والسنين، وكبرت هذه البنت مثل ما سميناها فلانة. البنات اللي معاها اللي كانوا في عمرها كل سنة واحدة تتزوج، ما عدا فلانة. ما حد كان يطيقها من الرجال، ما حد كان يجي صوبها. معروفة غثيثة وحسودة وحقودة ويعني واحدة متكبرة وشايفة عمرها، ما حد كان يجي صوبها. كانت مسحوب عليها. تمر السنين، بنت واحدة في عمرها تتزوج، وتمر السنة الثانية بنت ثانية تتزوج، لكن فلانة ما يجي لها نصيب. وبعد طول الانتظار فجأة يجي لها شخص من برا القرية ويسكن في هذه القرية. فجأة هذا الشخص الجديد اللي جاء سكن هذه القرية بناله بيت، وهذا الشخص كان ثري عنده فلوس ويعتبر أغنى شخص في هذه القرية. بناله بيت فيلا كبيرة محترمة. فهذه الفلانة لما شافت هذا الشخص الجديد اللي جاي يسكن معاهم في هذه القرية بدأت تتلاعب، وقالت هذا الشخص الجديد أنا بجيب راسه، أنا بخليه يتزوجني. وعشان ما أطول في أحداث القصة، هذه الفلانة السوسة قدرت إنها تلفت الأنظار لها، وهذا الشخص الثري تعلق فيها وتزوجها. كان يشتغل في مختبر، وهذا المختبر يصنع فيه مواد كيميائية عبارة عن مبيدات للحشرات. تقدم لها وتزوجها وصارت زوجته. أهل القرية كلهم انصدموا، قالوا هذا الشخص من بين كل الناس اللي في القرية وكل البنات اللي في القرية ما أخذ إلا هذه؟ لا مستحيل، في شيء غلط، يعني معقولة. ما لفتت انتباهه،
غير هذا صاحي ولا كيف؟ لا في إنه بالموضوع، بس يقول لك النصيب يصيب. سبحان الله، الزواج قسمه ونصيب، مثل ما تعلمنا ونحن صغار. ياما رجال كانوا يبغون بنت معينة بس في نهاية المطاف ما في نصيب وما أخذها. المهم بعد ما تزوجها وخلاص يعني صارت تسكن معه في البيت، الغرور والتكبر اللي فيها والغيرة والحسد وشوفة النفس زادت، خشمها راح فوق مثل ما يقولون، صارت ما تكلم حد أبدا، ودائما تتفاخر بالسياراتها. يعني وحدة أقسم بالله لما تشوفها تقول عافانا الله. كانت كل ما تطلع بالسيارة مع زوجها تعطيها وضعية اللي شوفوني انا الغني، انا الكاش، انا اللي ماخذ الجو كله، والناس قاعدين يطالعونها، بس اصلا في النهايه ترى ما حد يدانيك، هذه فلوسك خليها حق نفسك. وسبحان الله بعد مرور الايام زوجه وهو راجع من الدوام فجاه سوى حادث. فبعد ما سوى حادث جت له اصابه، وبسبب هذه الإصابة زوجها انطرد من الشغل، بدون شغل ولا وظيفة ولا أكل عيش. وهذه البنت طبعا زوجته عشان مصلحة، طبعا لما يكون عنده مصيبة ما بتوقف معاه. فأول ما عرفت أن هذا الشخص زوجها بعد ما خلاص انطرد من الشغل بسبب الإصابة اللي جاته، أول ما عرفت أنه انصاب ولا قالت له الحمد لله على السلامة ولا طمنت عليه ولا أي شيء. قالت دقيقة أنا مو فاهمة، أنت بتقعد في البيت مقابلني 24 ساعة؟ لا 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 لا، هذا الكلام ما ينسكت عنه. أنا فلانة بنت فلان الفلاني زوجي يمشي على الكرسي وما يداوم؟ لا 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 لا، الكلام هذا ما ينسكت عنه أبدا. قال يا بنت الناس لا تلفين وتدورين، أنا انطردت من دوامي خلاص، حاولت إني أقنع الدوام إني يعطوني فرصة وإني أداوم معاهم، قالوا والله العظيم ما نقدر، الشغل اللي أنت كنت فيه الوظيفة هذه تتطلب شخص سليم، ما نقدر نخليك تداوم من يوم رايح، نحن آسفين، وطردوني من الشغل. فقالت طيب شو الحل؟ الآن أنت ما عندك شغل وانا ما عندي شغل، بتتم قاعد في البيت عاطل باطل؟ قال يا بنت الناس الاصابه اللي جتني اصابه قويه، انا ما اقدر اداوم من يوم ورايح، انا ما اقدر استخدم رجلي، جتني اعاقه قويه، انت ما تفهمين ولا كيف؟ انت بس يهمك الفلوس؟ قالت تصرف انا مالي دخل، انت المفروض توفر لي المال. قال كلامك صح، انا المفروض اوفر لك المال، بس انا صارت لي ظروف، ايش تبين اسوي لك يعني؟ فمن كثر الغيره والحقد اللي فيها ما قالت للناس ان زوجي ما يداوم، لا تمت ساكته يعني مخبيه الموضوع لسنين طويله، بس في نهايه المطاف الناس عرفوا. قالت لزوجها شوف انا مستحيل يعني اقضي يوم كامل بدون ما اشتغل، انا بروح ادور لي وظيفه. وراحت تبحث عن وظيفه خارج القريه، وبعد بحث طويل فعلا حصلت وظيفه معينه، بس الوظيفه كانت يعني متواضعه نوعا ما كانت مثل وظيفة زوجها قبل. وفي مرة من المرات وهي كانت رايحة للدوام هذا بسيارته، طبعا كل يوم الصبح تكشخ وتاخذ السيارة الفارهة حق زوجها وتروح الدوام، تعطيه وضعية اللي عرفتوا انا الكاش انا الغني انا المكاش، خقه واحده متكبره حسوده شايفه نفسها، اعوذ بالله عافانا الله. المهم في واحده من البنات في القريه كانت تداوم في نفس المكان اللي هي كانت تداوم فيه، طبعا هي كانت تكذب، كانت تقول انا اداوم مع زوجي في الشركه هذه ما ادري ايش، كله كذب كذب، تكذب على الناس يعني عيني عينك، إنسانة كذابة يعني أعوذ بالله. وحين خلينا ننتقل لليوم اللي صارت فيه الكارثة الكبرى. هذه القرية كل سنة يكون فيها مناسبة احتفالية يحتفلون فيها أهل القرية في القرية، وفي كل سنة هذه المتكبرة فلانة ما كانت تحضر وما كانت تشارك معاهم، كانت تشوف نفسها عليهم، قلنا انا اروح احتفل معاهم انا مو مستواهم، انا من الطبقه المخمليه يا اخي، ايش اسميها هذه؟ اقسم بالله لا حول ولا قوه الا بالله. يا اخي التواضع شيء جميل اقسم بالله، يا اخي ليش شوفت النفس هذه؟ كانت تقول انا مستحيل اروح احتفل معاكم. لكن في ذيك السنه بعد ما خلاص الناس عرفوا ان هي زوجها ما قاعد يداوم، وان هي تداوم في وظيفه نوعا ما متواضعه، بس هي متكبره ما تبى تعلن هذا الشيء، بس الناس عرفوا ان هذه تشتغل هناك. وبعد ما عرفوا في ناس ضحكوا عليها وقالوا يا الكذابة يا المنافقة يا المتكبرة، يعني انت تقولين ان انت تداومين في مكان بس تطلعين تداومين في مكان ثاني. المهم تموا يعقون عليها كلام، يضحكون عليها ويقطون عليها لين ما هي بدت تحقد على الكل، حرفيا حقدت على فلانة وفلانة، ما خلت واحدة في القرية ما حقدت عليها، وقالت انا لازم انتقم منهم باي طريقة من الطرق، في حل لازم اسويه يوصلني
اني انا انتقم منهم. ففكرت يمين ويسار وجابت فكرة اسميها فكرة شيطانية عفريتية والعياذ بالله، والفكرة صدق تصدم الواحد. بدأ الاحتفال السنوي، الناس شافوا ان فلانة جاية تبغى تحتفل معاهم في القرية، انصدموا قالوا فلانة بنت فلان انت تجي تحتفلين معانا هالاحتفال وعلى اساس انك يعني مو بقد الاحتفال هذا وان نحن مش مستواك ما ادري. قالت يا جماعة الخير انا من اليوم ورايح انسانة ثانية، خلاص اللي فات مات، ركز على اللي جاي. انا اسفة اعتذر منكم كلكم، واليوم ابشروا ابى اسوي لكم طبخه وشوربه يا انها بتقعد في راسكم وبتتمنون كل سنه اني انا اشارك معاكم في هذه الاحتفاليه بعد ما تشربون هذه الشوربه. طبعا الناس كلهم يعني بدوا يرحبون فيها وفرحانين انها بدات تشارك معاهم في هذه المناسبه، لانك سنين طويله وعريضه هي ساحبه، فجاه قررت تشارك معاهم. بس للاسف هم ما كانوا يدرون المصيبه والطامه الكبرى اللي هي كانت تخبيها. جهزت الأطباق وبدت تطبخ شوربتها. تدرون شو الخطة اللي هي كانت بتسويها؟ الخطة اللي هي كانت بتسويها إن هي تبغى تسمم الناس عن طريق هذه الشوربة. فلما طبخت الشوربة جهزت الشوربة هذه، طبعا حوالينا حريم ثانيين قاعدين يطبخون، فهي قاعدة تستنى يعني تطول في الطبخ لين ما الحريم اللي حوالينا كلهم خلصوا الطبخ. قالوا لها يا بنت الناس شوربتش ليش ما قاعدة تجهز؟ قالت ما عليكم نص ساعة بالكثير الشوربة بتجهز. فالحريم قالوا طيب خلاص، راحوا الحريم من المكان اللي كانت هي قاعدة تطبخ فيه. أول ما راحوا بدأت تحط بهارات خاصة لها، طبعا هذه البهارات كانت عبارة عن سم والعياذ بالله. أول ما الحريم راحوا فتحت الشوربة وبدأت تحط السم داخل الشوربة، والناس المساكين أهل القرية اللي موجودين مساكين ما يدرون على نياتهم، فرحانين ان فلانة جاية تشارك معاهم في الحفل، ما يدرون ان فلانة قاعدة تجهز لهم سم داخل هذه الشوربة. فبدت تطبخ تطبخ تطبخ، وبعد ما حطت السم كرت الشوربة وقال يا جماعة الخير الشوربة جاهزة، شوربة السم اللي هي جهزتها. فجو الناس وقعدوا وهي بدأت تفتح الشوربة وتوزع الشوربة على الناس، طبق الأول طبق الثاني طبق الثالث الرابع الخامس السادس السابع. جدرها كبير يا ساتر يا عفو الله، جدرها يعني تكفي قرية كاملة يا جماعة، 30 شخص حرفيا. وبعد ما شربوا واستانسوا وضحكوا وياها وفلوها معاها الاحتفال خلص وهي رجعت البيت والناس كلهم رجعوا للبيت. لكن في نفس اليوم في الليل بدأوا الناس يلاحظون شيء غريب، انه في كذا شخص تسمم بعد ما شرب هذه الشوربة. عدد الناس اللي تسمموا كانوا 30 شخص، وعدد الناس اللي شربوا شوربتها كانوا 30 شخص. فإذا عدد الناس اللي شربوا الشوربة 30 شخص وعدد الناس اللي تسمموا 30 شخص، هذا معناته ان الشوربة فيها إنه في ناس عاشوا بس عندهم مرض، صار عندهم مرض وتسمم، وفي ناس ماتوا، أطفال توفوا بسبب الشوربة هذه. وعلى طول الناس دقوا على الشرطة، والشرطة جت وبدت تحقق في الموضوع، بدت تكشف المكان، تحلل الموضوع، تشوف ليش الناس بدوا يتسمون، ايش اللي صار بالضبط في هذا الاحتفال. لما جمعوا الناس كلها كانوا شاكين في هذه البنت، في هذه الفلانة، المرأة اللي طبخت الشوربة، صاحبة شوربة السم. قالوا للشرطة يعني الوضع غريب، كل سنة نحن نسوي هذه الاحتفالية ما يصير أي شيء غريب، لا ناس تتسمم ولا ناس تموت ولا أي شيء غريب، لكن سبحان الله السنة اللي قررت فيها هذه البنت انها تشارك في هذه الاحتفالية صارت المصيبة هذه. والشرطة راحت لأطباق الشوربة ولا يكتشفون ان في مادة كيميائية، وبعد تحليل هذه المادة اكتشفت الشرطة ان هذه المادة عبارة عن مادة كيميائية تستخدم لمبيدات الحشرات. ايوه تمام، خلينا نرجع شوي في الزمن. نحن قلنا ان زوجها الثري قبل ما يصير له الحادث كان يداوم في شركة مصنع، المصنع هذا يصنع مواد كيميائية لمبيدات الحشرات. الشوربة فيها مواد كيميائية لمبيدات حشرات. فهني الشرطة قالت ايوه هذه 3 أدلة. دليل الأول
كل سنه ما يصير شيء، السنه اللي انت شاركت فيها سبحان الله صارت المشكله هذه. هذا الدليل الاول. الدليل الثاني الشوربه، مثل ما قلنا عدد الناس تسممهم من نفس عدد الناس اللي شربوا الشوربه. الدليل الثالث والقاطع، السم اللي موجود في الشوربه، الماده الموجوده هي نفس الماده المصنع زوجها، المكان اللي كان يشتغل فيه. فعلى طول الشرطه راحت لبيته والقوا القبض عليها والقوا القبض على زوجها، لانه يعني يعتبر هو متهم معاه في النهايه زوجته، ويعني المفروض هو يكون مسؤول على هذه المواد. هي كيف قدرت تجيب المواد هذه؟ اكتشفوا ان هي مخزنه مخزون من المواد الكيميائيه هذه. انا ما ادري يعني شو الفكره اللي كانت في بالها، يعني انت تسممين الناس بدون ما تنفضحين عند الشرطه؟ وين عقلك يا اخي؟ الدنيا لعبان ولا كيف؟ فاخذوها الشرطه للحجز وحجزوا زوجها. بعد زوجها للاسف طلع مشارك معاها في هذه القضيه. ما حد كان متوقع ان زوجها يكون مشارك معاه، بس الحبيب مشارك معاه، هو اللي جاب المواد هذه. يبغى ينتقم من الناس، لان الناس يعني اهل القريه كانوا يضحكون عليهم فتره بعد ما عرفوا ان زوجها ما كان يداوم، وانه انصاب في حادث، وان هي تكذبت عليهم وقالت ان هي تداوم في مكان بس طلعت تداوم في مكان ثاني. زوجها حقد على الناس مثلها، وهم الاثنين القوا القبض عليهم. وعلى حسب ما وصل لي من صاحب القصه يقول ان المراه هذه ما حكموا عليها حكم الاعدام، لا بل حكم عليها السجن لمده 20 سنة هي وزوجها. أنا ما أدري ليش يعني ما يعني حكموا حكم الإعدام عليها، يعني هي في النهاية في ناس توفوا بسببهم، غريب إن ما حكموا عليهم حكم الإعدام، أنا ما أدري. المهم ألقوا القبض عليهم وحكموا عليهم سجن لمدة 20 سنة. يا رفاقة الخير، والله العظيم أنا أستغرب من بعض الناس اللي فيهم تكبر وشوفة نفس بطريقة يعني تخلي الواحد يحس إنه هو مصنوع من ذهب من كثر ما هو شايف نفسه متكبر. تراك في النهاية جمجمة من طين، كلنا آدم وآدم من تراب. إيش فيه؟ ليش التكبر هذا وشوفة النفس هذه؟ ليش؟ إيش الشيء الزيادة اللي عندك مو موجوده عند الناس؟ قل لي انت الان، جاوبني. طبعا الكلام حق الناس المتكبرين، الناس اللي شايفين اعمارهم. في ناس اقسم بالله لما تشوفهم يا ساتر شايف نفسه وخشمه فوق، ويعني لما تكلم يكلمك بهذه الطريقه انه صح اوكي. ليش طيب؟ انت من ذهب وباقي الناس من تراب ولا كيف؟ ليش التكبر يعني؟ ايش المغزى؟ يا اخي الرسول عليه الصلاه والسلام خاتم الانبياء والرسل كان متواضع، انسان متواضع، احب الخلق الى الله متواضع. انت مين عشان تتكبر وتشوف نفسك؟ اي شخص متكبر وشايف نفسه خف الرأس شوي وهدي شوي ولا تشوف عمرك على الناس، وكلنا في النهايه بنندفن تحت التراب. هذه شوف هذه الصوره، هذا مكاننا في النهايه، هذه آخرتنا. غني، فقير، مهندس، طبيب، طيار، وزير، مدير، كل الوظائف في حياتك كلنا في نهايتنا هني. ما في منفر لهذا الموضوع. وصلنا لنهاية القصة، أتمنى أن القصة نالت إعجابكم. في النهاية إذا كنتوا أول مرة تشوفوني أتمنى أنكم تشتركون بالقناة وتفعلون زر اللايك، وأتمنى أن القناة تعجبكم جميعا. فعلوا جرس التنبيهات عشان توصل لكم أي قصة جديدة تنزل في القناة. يعطيكم الصحة والعافية، كان وياكم أخوكم ماجد العوضي، وأشوفكم على خير وبقصة أخرى. وفي الختام كالعادة نقول نقطة وآخر سطر وبس. السلام عليكم. حاولوا دائما أنكم تصنعون بصمة في حياتكم، تتركون أثر طيب وسمعة طيبة لكم حتى بعد وفاتكم. الآن هذه المتكبرة اللي شايفة عمرها توفت والناس كلهم يدعون عليها وما حد يحبها، ايش الفائدة؟ الختام نقول اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. السلام عليكم.